يروي لنا الشيخ منديل الفهيد رحمه الله يقول في فترة حرب اليمن في عهد الملك فيصل رحمه الله كان جماعة من الوداعي من الدواسر يسيرون بقافلة من السيارات اتخذوها اللجرة في نقل المسافرين طبعا لليمن، واذكر من اسمائهم مرضي بن محمد وعبيد بن مبارك وحمد بن هندي ومضحي واخاه عبد الله ومبارك بن منصور وهتيمي بن عبد الله، ويرافقهم شمري يسير معهم بسيارته لنفس الغرض يعني يودون الركاب. كان جنوب الرملة على بيحان وهو مكان خوف وخطر حيث أن طائرات العدو تلاحق الأعداء آنذاك، وصادف أن تعطلت سيارة الشمري وهم لا يستطيعون التفرق لإصلاح على الخطر والخوف، فأخذوا ما في السيارة توازعوا بينهم ثم قسموا السيارة إلى أوصال وتوازعوها أيضا على سياراتهم، وعندما قربوا من نجران وأمنوا من الخوف أعادوا السيارة إلى حالتها وأصلحوها وجعلوا يمشون بسياراتهم وراءها حتى دخلوا مدينة نجران. وطبعا هذا استمرار حق الخوي. وبذلك يقول الشيخ منديل الفهيد رحمه الله عجابا بهذا الفعل، يقول من يريد المجد يرث الفعايل، مثل ما قال القريفة في لحونه بل حلال عند لقوات الدبايل، كل ما جاله مجال يمدحونه. بل حلال عند لقوات الدبايل كل ما جاله مجال يمدحونه، ندري أن المال هو العمر زايل والفعايل بالتوالي يذكرونه، غير هذا واجد فعل الجمايل يدركون الطيب ناس يفعلونه. يريد المجد يرث له فعايل، مثل ما قال القريفة في لحونه، مثل ما قال القريفة في لحونه. بالحلال عند لقوة الدبايل كل ما جاله مجال يمدحونه، كل ما جاله مجال يمدحونه. ندري ان المال هو العمر زايل والفعايل بالتوالي يذكرونه، والفعايل بالتوالي يذكرونه. غير هذا واجد فعل الجمايل يدركون الطيب ناس يفعلونه، يدركون الطيب ناس يفعلونه. للدواسر قصة ما له مثايل، الخوي وموتره جو ينقلونه، الخوي وموتره جو ينقلونه. ذا وهم في خوف من شر القبايل، وطائرات في سماهم ينظرونه، وطائرات في سماهم ينظرونه. ذي عوايدهم عزيزين الحمايل، كل حزة ضيق زايد يندبونه، كل حزة ضيق زايد يندبونه.